عماد بن عبيد شاب ذو 22 ربيعا، فنان امتهن فن الفرجة والضحك بأسلوب خاص. يهوى البهلوان منذ الطفولة في المراحل الأولى من الدراسة الابتدائية. ابتدأ تجربته كفنان سنة 2007 بمعية فنان جزائري في إحدى العروض بإحدى مدارس مدينة بركان، كما اشتغل مؤطرا في ميدان المسرح في عدة مؤسسات، واشتغل مع مجموعة من الفرق البهلوانية من مختلف مدن المملكة، ليجد نفسه مضطرا إلى تأسيس فرقة بهلوانية سنة 2010. فرغم الآهات وقلة التشجيع تظل فرقة البلياتشو الغريب ترسم الابتسامة على محيا الصغير والكبير وتصنع الفرجة والضحك.